السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده أنا جاي أعلمك إزاي تبقى منافق علشان تضمن العذاب المضمون. قول دايما إنك على حق، واختفي لما يبقى الحق صعب. زي ما بتقول للناس أنا دايما صح، لكن مع أول ضغطة بتختفي. بتحب تظهر قدام الناس دايما محبوب ومثالي، بس الحقيقة كل تصرفاتك لعب وتمثيل. بتغير رأيك على حسب الموقف والناس، النهارده مع الصحاب وبكرة مع الشغل، وكل يوم دور جديد. مبروك عليك، انت بقيت منافق. تمدح الناس قدامهم وتعبهم في ظهرهم، وبتخفي مشاعرك الحقيقية خصوصا الغضب والحسد، وتبين لهم ان انت فرحان ليهم على الخير، وتبتسم وقلبك مليان نار. مبروك، انت منافق تمام. دايما تهرب من المسؤولية ولوم غيرك، واظهر دعمك وتشجيعك للحق، لكن مفيش فعل حقيقي، كله حلم، كلام حلو وعمل صفر مفيش. يبقى مبروك عليك، مكانك في النار. خلي بالك، لو عايز تبقى منافق اعمل الحاجة دي اللي النبي قال عليها. قال لك آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقبل كده برضو كان قال لنا وإذا خاصم فجر. لو عملت الحاجات دي انت كده هتبقى منافق تمام، وضمنت مكانك في النار. الدروس العملية لحضرتك لو عايز تبقى منافق بقى: حاول دايما ما تكونش واحد، خليك بره حاجة وجوه حاجة. ولو حسيت انك بتمثل علشان ترضي الناس، يبقى انت كده منافق تمام، وهتوصل للنار بسرعة. امدح الناس على غير الحقيقة، خليه ياخد مقلب في نفسه وتروحوا سوا على النار. واوعى تعترف بعيوبك لنفسك ابدا، اوعى، ده هيزود النفاق عندك وهيزود وقتك في جهنم. النهاية يا صديقي، النفاق ده صفة خبيثة بتودي الإنسان للدرك الأسفل من النار. خلي بالك، ربنا شايفك وشايف تصرفاتك. الصدق هو اللي هيحميك من العقاب. خليك صريح، خليك واحد، علشان كل خطوة بصدق هتبعدك عن النار وتقربك من ربنا. ما تنساش تشترك في القناة عشان النوبة الجاية نعلمك حاجة.